بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا زي ما هنشوف دلوقتي مع بعض تتبيله الفراخ بعد ما غسلت الفراخ وشرحت الفراخ بنفس الشكل كده اهوت. الورك بيتفتح، العظم بيتخلى كله وهو يتكسر عشان يقدر يشرب تتبيلته معايا. ماشي. تتبيله الدجاج، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دي عباره عن طماطم وبصل وتوم وكزبره خضراء وملح وكمون، فلفل ابيض، ونص معلقه عجينه موتو، تثبيت طعم بس. اللهم صل على النبي. معلقه صلصه صغيره، صلصه طماطم صغيره، وقيمه ربع معلقه صغيره جوز الطيب. ليه؟ علشان نقدر نتحكم في اللون بتاع الفراخ بتاعتنا، يبقى عندنا التست كويس، لون الفراخ كويس، وتبدا بقى ايه، ما تغرقش الدجاج بالتتبيله. ما تخليش الدجاجه او الفرخه اللي معاك انت بتتبلها تغرق بالتتبيله، لا، دايما امسك الفرخه كده اهو، امسك كده، ادهن وخلي ايدك تدلك الفرخه كلها، بحيث ان انت ايه، تدخل للمسام كلها علشان الدجاج كله يشرب. وفي نفس الوقت لما تيجي تركبها على الفحم تلاقي الفرخه بتاعتك شاربه، ومش شاربه ميه، لا، شاربه تتبيله بس. يعني احنا دلوقتي كده الحمد لله والشكر لله عليها طلبات كتيره، الناس كلها بتحب طعم الدجاج ده جدا. وده تقدر تمشيها تركيه، وتقدر تمشيها تتبيله سوريه، وتقدر برضو تمشيها تتبيله مصريه، بس هيكون طعمها اجمل من الدجاج المصري، من تتبيله الدجاج المصريه. لان زي ما احنا عارفين تتبيله الدجاج المصري بيكون عباره عن طماطم وبصل وملح وفلفل، لا، احنا بنزود حاجات تطعم التست بتاعها، تخليها اجمل، وفي نفس الوقت تخلي الفرخه لونها كويس كده اهو. يبقى احنا كده اللهم صل على النبي، فرمنا الكفته مع بعض، تبلنا الدجاج مع بعض، ولسه ان شاء الله هنتبل كباب الدجاج، كباب باللحم مع بعض، والشيش طاووق مع بعض ان شاء الله. وطبعا زي ما انا بقول لكم في التعليقات، اللي عايز يعرف حاجه جديده يقول لي عليها في التعليقات، واللي محتاج اي وصفه برضه يكتبها لي في التعليقات. وان شاء الله يعني ايه، هفتح لايف وايه، هنتكلم مع بعض، واللي محتاج حاجه هقول له عليها. ده اهوت كده الدجاج بتاعي كله اتبل. كده انا عندي كل الدجاج بتاعي اتبل ما شاء الله. وجاهز. ده انا بقى اقدر اقعده في التتبيله بتاعتي 3 ساعات واشتغل بيه. كده انا بعد ما تبلت رشيت عليه زيت زيتون. ليه رشيت عليه زيت زيتون؟ كده انا بثبت التتبيله، وفي نفس الوقت زيت الزيتون يعني حاجه جميله جدا، وحاجه عن الزيتون من اجمل الحاجات اللي اتذكرت في القران، والتين والزيتون. كده تمام، ودمتم في لقاء اخر.